تكون بتنزل فيديوهات على السوشيال ميديا، فاكتر حاجه بتهمك رد فعل الناس عليها. فمثلا تلاقي حد بيعمل ديسلايك، حد بيعمل لايك، حد بيعمل كومنت، حد بيشجعك، حد بيهبطك. بس العجيب ان انت بتلاقي ردود فعل مش منطقيه. مثلا تنزل نصيحه، والنصيحه دي المفروض بتقول للناس فيها يا جماعه لما تلاقي حد ربنا كرمه واداله فلوس، ما تقعدش تسال بقى هو جات له منين، هو اشمعنى ده ما يستاهلش. لا، قول جمله واحده بس: ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. ايه المبرر ان حد يعمل ديسلايك؟ يعني ما فيش مبرر. يعني انت مش عايز تقول ربنا بيدي، ربنا بيعطي، ولا الكلام مش عاجبك، ولا انت بتقول لا انا برضه هقول له انت ازاي تجي لك الفلوس واحنا لا؟ صعب. العجيب انا عندي كذا حاجه، منهم سياسه واخبار، قناه على اليوتيوب، ومنها حاجات تانية بقى نزل على كواي، على تيك توك، على فيسبوك، على قناه تانية على اليوتيوب، كوميديا، مواقف حياتيه فالدنيا ماشيه ماشيه ماشيه، وفجاه تلاقي حد مثلا كاتب لك كومنت: عبيط، تعالى هنا خد انت 13 14 سنه، الاداء ده بتاع 13 14 سنه. فتدخل على صفحته تشوف الراجل ده ايه ظروفه، او الشاب ده ايه ظروفه، فتتفاجئ انه فوق 60 سنه. فوق 60 سنه بتستعمل اللغه دي او الاسلوب ده، في حاجه غلط. انت ده ممكن يبقى اكونت باباك مثلا وانت داخل منه بتعمل ده. فتدخل تقول اشوف البوستات بتاعته، ففي الاول تلاقي بنات صغيره ومشير صور بنات صغيره ومواقف ليها ويرد. انت من النوعيه دي، عرفتك انت اللي بعد سن المعاش قبل ما تروح تقعد على القهوه بتعمل ايه؟ بتروح قدام مدارس البنات الثانوي، بتمشي بالسلسله بقى: شوجر دادي، لابس الجرافات والبدله، شوجر دادي، شوجر دادي، انت بنت شوجر دادي، ويرد. طيب تالف في بوستاته بعد كده، تالف في بقيه البوستات، تلاقي الموضوع تعمق لمنطقه صعب الرجوع منها. تلاقي مثلا شار فيديو لحد بيعمل حاجات عجيبه في بقره، ده حقيقي، وكاتب عليها كومنت او عنوان البوست: لما مامتك تجيب لك عروسه. انت للدرجه دي مخك واصل للمرحله دي؟ انت فوق 60، احترم سنك، مش معقول كده. وبعدين ايه، انت تشبه البنات بالبقر؟ ليه يعني مش معقول. وحد في سنك بيدور على عروسه ليه ومامته اللي بتجيبها له؟ انت فوق 60 يا حبيبي. تالف في بقيه البوستات تكتشف شيء مغلب المصريين كلهم دلوقتي: ليه مشير الفراخ. انا عرفت دلوقتي ان الفراخ ما ماتتش من قطع الكهرباء، الفراخ انتحرت من اللي سعادتك بتعمله. ايه ده؟ جاي انتحر على طول. عدي ده، تلاقي واحده محترمه جدا عامله لك كومنت على فيديو انت عامله، تقول لك انا مش قصدي اسيء لك تماما، انا بعتذر لك، بس انت تعتذري ليه؟ انت هتقولي ايه؟ انت ما تنفعش تبقى كوميديان. انا عارف انا ما بقولش عن نفسي كوميديان، انا خالص يعني. انت مين؟ انا مين؟ انا نوبادي، انا مصري. الفيديو ده او الكومنت ده كان على فيديو المصريين وايجيبت، وللاسف ما بين كل كلمه وكلمه في كلمه تعاسه. ما بين كل كلمه وكلمه حاطه جمله تعاسه تعاسه تعاسه. انت عايشه في بير تعاسه، اطلعي منه. او اقول لك على حاجه، سرش على جوجل دكتور احمد الدملاوي الطب الشعوري، يتعدي نفسيا من التعاسه. ما توجعش دماغي. ليه توجعي دماغي؟ ما توجعش دماغي. المهم كمل الكومنت، يمكن تقول حاجه تفيدني. اللي هي بتتكلم في ان انت عندك حقد طبقي بلا حدود. انا عديت الحدود في الحقد الطبقي. طبعا ازاي اتكلم عن ايجيبت واهلها ومصر واهلها. انت ما فهمتيش الفيديو للاسف. انت كل مخك في الماده. انت من بيروحوا يتفرجوا على الفيديوهات اللي بيعملوها البنات، اكيد طبعا، بتاعه الفاشون، بس هي ما تعملش كده. تتفرج عليهم في السينما بس ما تعملش كده، عيب. انا ما بقاش زيهم، انا ستايل، انا ستايل خاص. لازم النوعيه دي موجوده وسطنا، واحنا بنتعامل معاها ومضطرين نتعامل معاها. طيب هي ما فهمتش ليه الموضوع؟ لان هي خدت الموضوع ان انا بتكلم ان في دلوقتي مصر ما بقتش 3 طبقات، دنيا متوسطه وعليا غير الكريمه، مصر بقت ايجيبت ومصر. انت لو فكرتي بالعقل هتلاقي ان الكلام ده منطقي جدا، ولكن انا مش قصدي الماده، انا قصدي ثقافيا.
لان المناطق اللي فيها المصريين او مصر او المناطق الشعبيه بتاعتنا فيها ناس اغنى من الموجودين في ايجيبت، بس ثقافتهم ما بتخليهمش يعملوا اللي بيعملوه اهل ايجيبت. طب فين المشكله؟ المشكله ان في مستغربين. طبعا انت لو سمعت كلمه مستغربين هتقولي ازاي مندهشين؟ لا مش قصدي مندهشين خالص، انت خليكي في الستايل بتاعك. ستايل. اوه واو. المستغربين زي المستشرقين. المستغربين زي ما في مستشرقين ناس اجانب جم الشرق عندنا ودرسوا الشرق ثقافته ايه، في ناس عايشين في الشرق بيحبوا يدرسوا ثقافه الغرب ويحبوا يتشبهوا بيها ويعملوا زيها. هل ده صح؟ مش صح، لان ما ينفعش اخد من الغرب كل حاجه واقول انا كده بقيت غربي. انت كده بتنسلخ من جلدك، انت كده بتستعر من اصلك. وكل اللي انا كنت قصده ان انا زي ما انت بتقولي انا ما قلتش السبب وما قلتش الحلول، انا بطرح موضوع للمناقشه. وبالفعل في ناس دخلت الكومنتات وبدات تقول ده بسبب كذا، ده بسبب كذا. ايا كان هما صح او هما غلط، بس الموضوع اتطرح للمناقشه، بعد كده نقول سببه ايه او حله ايه. وزي ما انا بعمل دلوقتي بقول او بشرح او بوضح. والمشكله ان انا بعد كده عشان انزل افيه او انزل موضوع لازم انزله كتالوج. كيف تفهم الافيه؟ الافيه اوله منين واخره منين؟ طب كيف تضحك؟ ما ينفعش. يعني ما حدش بيرمي افيه ويقول لك كيف تضحك من الافيه او شرح الافيه، ما فيش ده خالص في الدنيا كلها. على الرغم ان نفس الاشخاص دول او نفس الشخصيه دي لو اتفرجت على فيلم اجنبي وشافت فيه ممثل او فيلم عربي وشافت فيه ممثل بيتريق على الطبقه الغنيه او الطبقه اللي عاملين كده هتقعد تضحك وتسخسخ من الضحك. ولا احنا لازم في مصر او الدول العربيه نقعد نتريق او نقفي او نقول افيهات ونكت على طبقات الدنيا بس لكن اوعى تقرب من اوعى ايجيبت او تقرب من ايجيبت. الدنيا مش كده، عمر ما حد قال كده. فالموضوع بمنتهى البساطه في الثقافه، في الدماغ، في التفكير المحدود اللي ما فهمش ان الفيديو او الكليب اللي عملته يحتمل معنيين، يحتمل معنى سيريس جدا ويحتمل معنى كوميدي جدا. فبدل ما نفكر هو ده موجود فعلا، طب لو موجود فعلا ايه اللي وصلنا لكده، فنكتشف ان مش الماده. لان زي ما قلت في ناس في المناطق الشعبيه اغنى بكتير من اللي في المناطق الايجابتويه. ده بمنتهى البساطه. بس الثقافه هي اللي بتفرق، الدماغ هي اللي بتفرق. فهي بدل ما تفهم الموضوع في طريقه الصح، البطحه اللي على راسي حسست عليها. انت جيت هتعويره، اوعى ايدك ما تتعويره. وطبعا النوعيه دي لما تسمع افيه الاستاذ محمد صبحي، سيدتي خذي لحظة بإصبعك ودلكي بهما خديك مؤشفين يصبحان عينين كالبلعد إنه الساهر كريم أسمنتشكو. مسرحية الجوكر اسمها محمد صبحي. طبعا دي لو سمعت الإفيه ده هتقول لك انت بتقول عليا خدي مؤشفة؟ انا خدتي مش مؤشفة لو سمحت، انت بتغلط فيا. على فكرة انت مش كوميديان، ما ينفعش تبقى كوميديان، امشي من هنا. سيترون. استاذ وحيد سيف. طبعا هنقابل ده كل يوم، هنشوف ده كل يوم. انا مش زعلان منك، ولكن انا بوضح وجهه نظري. بقول لك فتحي تفكيرك شويه، اعرفي ان الموضوع في الثقافه، الموضوع مش في الماده. بلاش يبقى تفكيرنا كله في الماده، لان الماده اللي خلت حياتنا زي ما هي كده، لكن الثقافه اللي خلت ناس زي حضرتك يبصوا للغرب على انه التطور والتقدم وممكن يبقى تطور زائف. لا، احنا نشتغل على نفسنا، نفكر صح، نتعامل مع بعض صح، نفهم بعض صح، نعرف ان الموضوع في الثقافه. انا ازاي بتعامل مع الناس، ازاي بتقبل الاخر، ازاي بتكلم مع الاخر، ازاي ما اغلطش في الاخر واقول ان هو حاقد طبقي. حضرتك ما تعرفنيش، ما تعرفيش انا دارس ايه، اتخرجت من جامعات شكلها ايه، او درست في كليات شكلها ايه، اشتغلت ايه، حياتي عامله ازاي، غني او فقير. انت ما تعرفيش عني اي حاجه. حكمتي عني من مجرد فيديو صغير شفتيه على اليوتيوب او على اي منصه
من المنصات الاجتماعيه السوشيال ميديا، فحكمتي واتحمقتي وباين الحمقى في كلامك ورديتي بدون اي تفكير، رديتي من منطلق ثقافي اللي هي ثقافه حضرتك. فيا جماعه ده اللي كل اللي على السوشيال ميديا بيقابلوه، ده اللي بنشوفه في الكومنتات، ده اللي بنشوفه لما بنتابع ردود الافعال. على الرغم ان انا مش مطلوب مني ان انا ارمي افيه على شيء عام، دايما الافيه بيترمي على كسر القاعده، ما فيش افيه بيترمي على العموم، وده حاجه معروفه جدا. انا لما اجي ارمي افيه على فئه معينه اكيد مش قصدي بيها الفئه كلها. يعني لما اجي ارمي افيه على دكتور اكيد مش قصدي كل الدكاتره، اكيد قصدي دكتور معين اللي هي نسبه بسيطه قوي. احنا بنرمي افيهات على شواذ القواعد مش على القواعد، دي حاجه معروفه جدا. والمفروض لو حضرتك مثقفه او فاهمه او داريه او دارسه او قاريه او عارفه الدنيا صح هتبقى عارفه القاعده دي، لكن انت ما تعرفيش، فاعرفي قبل ما تتكلمي. وكفايه تعاسه، اخرجوا من التعاسه. احنا ليه تعاسه؟ ليه كلامك كله تعاسه؟ ليه حاطه كلمه تعاسه في ما بين كل كلمتين في كومنت؟ افرحي واضحكي، خليكي ستايل. هعمل لكم حلقه عن الناس دي تاني، الناس اللي راحت قلدت كيم كارديشيان وهي مش مدركه ان كيم كارديشيان عندها صفات وراثيه، هي اللي اديتها الشكل ده، هي اللي اديتها الجسم ده. بس لا، نروح نجيب شطه نحطها على فازلين ندهن بيه شفايفنا عشان نبقى زي كيم كارديشيان. بوم انا عامل زي كيم كارديشيان. طبعا دي لما تروح تقابلها تاخد لها معاك مرهم ومضاد التهاب. هتروح تقابل واحده من دول من غير ما تاخد الحاجتين دول، مرهم ومضاد التهاب. اشفينا يا رب. الناس دي صعبه موجوده في حياتنا مش عشان الماده، عشان الثقافه. يا ريت تكونوا استفدتوا بحاجه، واكتبوا لي في الكومنتات تاني، ومش هبطل اقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات غصب عن اي حد مش عاجبه. اكتبوا لي في الكومنتات، انا فرحان بكومنتاتكم وبديسلايكاتكم. باي.